بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض حلوى البرتقال بطريقة سهلة وطعم لذيذ، ونتيجة ان شاء الله تعجبكم وتكون سهلة على حضراتكم. عندنا مقادير الطبقة الاولى 2 كوب من اللبن هننزل بيهم، وعليهم نص كوباية من النشا ومعلقة كبيرة من اللبن البودرة، وهنقلبهم كلهم مع بعض على البارد ونركنهم على جنب. الطبقة التانية 2 كوب من عصير برتقال فريش، ونضيف عليهم نص كوباية من النشا و3 معلقة كبيرة من مربى المشمش، ونقلبهم مع بعض كله يتقلب مع بعض على البارد. بعد كده نضيف ربع كوباية سكر على عصير برتقال وربع كوباية سكر على المهلبية البيضاء. يبقى احنا هنا ضفنا هنا كل طبقة ربع كوباية من السكر، وبعد كده هنرفعهم على النار. هناخد الطبقة الأولى ونرفعها على النار متوسطة، ونقلبها على طول لحد ما تتماسك معانا. بعد ما تتماسك زي ما حضراتكم شايفين كده اتماسكت تمام، هنرفع الطبقة التانية تستوي تتماسك معانا، وبعد كده هنرفعها. بعد كده عندنا قالب التقديم اللي هندخله التلاجة، هنمسحه بمسحة من الزيت، وبعد كده هننزل بالمهلبية البرتقال الأول، نضيف عليهم المهلبية البيض، وناخد جزء من المهلبية البرتقال، وبعد كده نكمل زي ما حضراتكم شايفين المهلبية بتاعتنا. واخر طبقة هننزل فيها مهلبية البرتقال، وبعد كده نساوي الطبق بتاعنا، وبعد ندخله التلاجة يتماسك، وبعد كده نقطعه لما يبرد ويتماسك معانا. بعد ما اتماسك وبرد هنطلعه عشان نقطعه مع حضراتكم. وزي ما حضراتكم شايفين شكله متماسك وممتاز وجميل ما شاء الله. طبعا التحلية زي ما حضراتكم عارفين، اللي عايز يزود مقدار السكر ده براحتكم، وزي ما انتم شايفين النتيجة ما شاء الله ممتازة. طبعا لو اول مرة بتشوفونا ما تنسوناش بقى باللايك والشير لو عجبكم الفيديو بتاعنا، وتشتركوا معنا في القناة وتدعمونا وتشرفونا باشتراككم، وتصلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكل لحظة وحضراتكم طيبين، وتدخلوا القناة عندنا وشوفوا الفيديوهات اللي فيها، وان شاء الله تعجبكم، وتشتركوا معنا وتشرفونا باشتراككم.